هو الفكره كلها ان الاخوان استعانوا بايمن الظواهري وهم في الحكم. طلبوا منه يجي مصر. مرسي طلبها منه صراحة. مرسي طلب من ايمن الظواهري انه يجي مصر يعمل ايه؟ قال له هات تنظيم القاعدة واقعد في سينا، هفتح لكم سينا تقعدوا فيه. معلش تاني. قال له هات تنظيم القاعدة وتعالوا هفتح لكم سينا تقعدوا في سيناء يعني. طب معلش، المعلومه دي جت مع حضرتك ازاي؟ ده معلومة، ده مش أنا بس اللي أعرفه، ده مصر كلها تعرفه. بس هو قال لايمن الظواهري تعالى. اه وايمن الظواهري رد عليه قال له ايه؟ أيمن خاف. خاف من ايه؟ هو أولا عشان هو بيكره الإخوان ومهاجمهم وعامل لهم الحصاد المر، قال لك بيجروني بقى. بيجروني على سينا. فهم كانوا عايزين سينا يبقى فيها تنظيم القاعده. مظبوط؟ ده بهدف ايه من وجهه نظر حضرتك؟ والله أنا من وجهة نظري عشان إسرائيل تحتلها.